تعالوا نعمل كوكيز الأفران مع بعض بطريقة حلوة جدا ومقادير سهلة وبسيطة وقليلة. هتعمل كمية كوكيز جميلة جدا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بس قبل ما أبدأ الفيديو بحب أفكركم باللايكات والكومنتات الجميلة والاشتراك في القناة عشان الفيديو يترفع يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفاد. تعالوا بقى نشوف المقادير السهلة البسيطة. معانا نص كوباية من السمنة، سمنة عادية جدا بس، وهتقلبيها كويس جدا بالمضرب اليدوي. وتاني حاجة هنضيف نص كوباية من السكر البودر، وهندوبه كويس جدا مع السمنة لغاية اما نتأكد ان هو داب تماما. هندوبه بالمضرب اليدوي، دوبه بالمضرب الكهربائي، اي حاجة هتنفع. وبعد ما نتأكد ان هو داب تماما هنضيف لي بيضة وباكو من الفانيليا. خلاص كده يا جماعة ضربته كويس جدا. ودلوقتي بقى هضيف البيضة. ادي كده 3 مقادير معايا بسيطة وسهلة وان شاء الله تكون موجودة في كل بيت. بعد ما ضفت الفانيليا هبتدي بقى ادوبهم كويس لغاية ما البيضة تختفي. وفي الوقت ده يا جماعة انا كنت مجهزة حوالي كوباية ونص من الدقيق، كوباية ونص من المج اللي انتوا شفتوه انا بعاير بيه كل المكونات. اهو يا جماعة حبيت اوريهولكوا بس. انا عايرته ونخلته كده وجهزته عشان يبقى جاهز معايا. دلوقتي هضيفه للخليط. ومعايا ذرة بسيطة جدا من الملح، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، ودي معلقة هرمية من النشا. النشا بتخليه هش كده وبيقرمش وجميل. وقلب المكونات بس لغاية ما تدوبي الدقيق بس مش اكتر، احنا مش بنعجن. خلاص كده اتعجنت معايا بكل سهولة. اهو الدقيق اتلم وكل حاجة تمام. كده خلاص الكوكيز جاهز معايا للتشكيل. هاخد جزء منه هعمله بالكاكاو الخام. ودلوقتي بنختبر العجينة. اهو بصوا هوريها لكم دلوقتي. عجينة مظبوطة جدا مش محتاجة اي حاجة خالص. خلاص كده بقى هبتدي اقسمها عشان اضيف الكاكاو الخام. خدت نص الكمية كده عشان هسيبها بالفانيليا بس. والجزء ده بقى هبتدي احط معلقة كاكاو خام عليها واقلبها لغاية ما معلقة الكاكاو تختفي تماما. خلاص كده يا جماعة هبتدي بقى اشكل في الكوكيز. وانتوا بتشكلوا قبل ما تخلصوا كده الصاج تكونوا ولعتوا الفرن على درجة حرارة 180. يعني الفرن تكون شغالة مسبقا يا جماعة عشان تبقى سخنة وجاهزة. ودي حوالي كوباية من الشوكليت شيبس، هي هتلاقيها عند اي عطار. هتشتري بقى ب20 جنيه كده زي ما انا عملت. هيكفي كمية الكوكيز دي كلها كمان وهيفيد. كمان هتبقي مالية الكوكيز زي كده، وهتبقى مليانة كده وحلوة كمان عن الأفران. تمام كده بصوا تشكل معايا بكل سهولة. وعايزة اقول لكم طريقة التسوية الصح للكوكيز على درجة حرارة 180 زي ما قلت لكم، تبقى شغالة قبل ما تخلصي الصاج كده ب10 دقايق. وكمان انا ما حطيتهوش في التلاجة ولا حاجة. والشوكليت شيبس طلعت بالواحدة والله يا جماعة مساحتش. زي ما هوريكم كده بعد ما استوى شكله طالع ازاي، طالع جميل جدا. ودلوقتي بكور معاكم برضو اللي هو الكوكيز الكاكاو. واهو بصوا يا حبايبي طالع جميل جدا برضو. والعجينة جميلة جدا ولا شققت ولا جرالها اي حاجة، حلوة قوي. بس انت حاولي تصغري الكوكيز عشان ما يبقاش كبير، وما تضغطيش عليه برضو جامد. هي ضغطة واحدة كده كفاية. بس يلا بقى تشجعوا وروحوا جربوا المقادير الصغيرة دي. يعني حتى انت لو اول مرة تعمليه وجربتي في المقادير البسيطة دي هيطلع حلو جدا ان شاء الله. وهتطلع الكوكيز كده جميل وعشان تفرحي اولادك.
هما طبعا الاطفال كلها بيحبوا الكوكيز بتاع الافران، فانت كمان لما تعملي في البيت هتفرحيهم اكتر. وده الكوكيز يا جماعة برضو اللي انا حاشياه شوكليت شيبس من جوه. بعد ما حشيته كورته بالطريقة دي، وبرضو هلزق فيه الشوكليت شيبس من بره اهو. الضغطة خفيفة كده يا جماعة، متضغطوش جامد، كفاية كده. كده بصوا كوكيز جاهز كده معايا اهو، وهشكله كله بنفس الطريقة، وهوريكم الصاج بقى بعد ما شكلته شكله جميل ازاي، وبعد ما ادخله الفرن برضو هنشوفه مع بعض. وادي اللي بالكاكاو يا جماعة برضو حشيته كده من جوه، وهبتدي اقفل عليه كويس. بصوا انا شفت برضو في ناس بتحط الكوكيز كده في العجينة وتقلبها، بس انا بصراحة خفت احسن يعني ما يتكورش معايا كويس، فعملته بالطريقة دي. وممكن نجرب بعد كده نحط الشوكليت شيبس في العجينة ونقلبها برضو، بس انا قلت دلوقتي احشيه من جوه واجرب. تمام كده. فانتوا بقى لو عايزين برضو كمية اكبر ممكن تضاعفوا الكمية. وده الكوكيز بعد ما خلص عمل الستوك ده، يعني كمية حلوة جدا برضو من الكوكيز يا جماعة، وشكله طالع تحفة جدا. ان شاء الله بعد ما يستوي هوريهولكم. هدخله دلوقتي على درجة حرارة 180، وما تسيبوش اكتر من ربع ساعة. يعني الكوكيز ما بيبقاش ناشف اوي يا جماعة، بيبقى طري كده وعامل زي النواعم بالظبط. وده الكوكيز بعد ما طلع اهو، شكله جميل جدا. وزي ما انتوا شايفين الشوكليت شيبس ما وقعش من عليه، وكمان مسحش زي ما بنشوف كده في عند ناس كتير كده بيبقى سايح. بصوا ظهر البسكوتة كمان جميل جدا، يعني بسكوتة حلوة جدا، وان شاء الله هتعجبكم وتعجب اولادكم. اتمنى ان انتوا تجربوه لو في مقادير بسيطة زي دي، وتكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رأيكم فيه. وده شكل الكوكيز يا جماعة، بتمنى ان هو يعجبكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.